هل أنا غلطانة لو رفضت أصرف على أخويا عشان هو كل شوية يخلف عيال وهو أصلاً مش قادر يصرف عليهم؟ أنا بنت اشتغلت بدري من سنين وأنا شايلة نفسي، محدش صرف عليا جنيه. اشتغلت، تعبت، اتهنت وسكت عشان أبقى واقفة على رجلي. أخويا من يومه ما يعرفش يعني إيه مسؤولية، كل شوية يقرر يبدأ حياة جديدة. طبعاً البداية دايماً عنده معناها جواز وخلفة مش شغل. اتجوز مرة، خلف، قال أصل المرتب قليل، طلق، اتجوز تاني، خلف 2، قال أصل الدنيا صعبة، ودلوقتي مراته حامل في الرابع وهو لسه مش لاقي شغل ثابت. بس الغريب عمره ما كان قلقان، عارف إن في ظهره حد. أنا كل شهر نفس السيناريو، مكالمة بنبرة مكسورة: معلش يا أختي، العيال محتاجة لبس، المدارس طالبة مصاريف، مراتي تعبانة ومش عارف أعمل إيه. وأنا أدفع واسكت وأقنع نفسي إن العيال ملهاش ذنب، لحد ما بقيت أنا اللي مش عارفة أعيش. مرتبي بيخلص قبل نص الشهر، مش عارفة أشتري لنفسي حاجة من غير ما أحس بالذنب، مش عارفة أخطط لمستقبلي عشان مستقبل ولاده سابقني دايماً. آخر مرة طلب فلوس قلت له لأ، بس لأ دي كانت كفيلة تقلبني من أخت محترمة لإنسانة أنانية بلا قلب. أمي قالت لي: يعني أنتِ راضية تشوفي ولاد أخوكِ محتاجين؟ خالاتي قالوا: أنتِ ست والستات بتستحمل. وهو واقف قدامي بكل برود يقول: أنتِ عارفة إني ما عنديش غيرك. ساعتها فهمت الحقيقة اللي وجعتني، هو مش شايفني أخت، شايفني حل دائم، شايفني بنك مفتوح من غير حق أقول لأ. قلت له: أنا مش مسؤولة عن قراراتك، الخلفة مسؤولية مش مشروع بنرميه على غيرنا. سكت، وبعدين رمى الكلمة اللي كسرتني: يعني الفلوس أغلى عندك من دمك؟ من يوميها وأنا حاسة إني مذنبة، بس في نفس الوقت حاسة إني لو رجعت أدفع هفضل طول عمري بدفع تمن حياة أنا ما اخترتهاش. فبجد بسأل نفسي وبسأل أي حد: أنا غلطانة؟ ولا الغلط إنهم متعودين إن أنا اللي أشيل وهو يفضل يخلف؟